يا ما تيجي نطلب ونتمنى زي علاء الدين، ما تيجي نشوف الدنيا دي واخدانا سوا فين، ما تيجي نرجع لنا لما كنا مراهقين، ما تيجي نرجع سوا كده بالسنين، ما تيجي نطلب ونتمنى زي علاء الدين، ما تيجي نشوف الدنيا دي واخدانا سوا فين، ما تيجي نرجع لنا لما كنا مراهقين، ما تيجي نرجع سوا كده بالسنين. هاي ادم، قولي بقى ايه اكتر حاجه ورثتها من ماجد المصري واكتر حاجه انت فيها عكس ماجد المصري؟ منه الفن، ورثت منه موهبه. طيب كلمنا كده عن ردود فعل اصحابك وقرايبك السنه اللي فاتت من رجب الجريتلي. لا انبسطوا طبعا، يعني البنات اكتر، يعني لقيت بنات بتكلمني ما اعرفهاش والله قسما بالله ما انا اعرفهم ولا سمعت عنهم في حياتي. واش مثلا في المدرسه يقولوا لي يا صقر، فبدات اقول لهم والنبي انت اللي صقر، يلا يا تاخد النمره يا تروح بقى انت ونصيبك يعني. بس يعني صح. يا ساق عيب كده، أنا مش بنادي. يا ساق الله، ما قلنا عيب كده يا بنت. يا ساق. الله. اكتر عمل بتحبه الماجد المصري واكتر عمل حسيت ان هو بعيد عنه او لا كنت متوقع حاجه احسن؟ لا انا بالنسبه لي بصراحه، ما هو في الاخر برضو ابويا، فانا كل حاجه هيعملها هحبها. انت قلت ان انت دخلت الفن بالوسط وانت شايف ان ده مش عيب، شايف ايه اكتر حاجه بتضايقك كونك ابن نجم؟ انا ما قلتش انا دخلت الفن بالواسطه، انا قلت ان الواسطه مش عيب، مع حته ان الواسطه مش عيب، بس العيب ان انت بالواسطه تفرض نفسك. الواسطه هتساعدك تطلع لاول سلمه ولكن مش هتساعدك تكمل. اكتر جرين فلاج وريد فلاج في علاقتك انت وماجد المصري؟ جرين فلاج ان احنا صحاب جدا اكتر من اب وابنه. ريد فلاج ان احنا ساعات ما بنفهمش بعض في حاجات كده. اكتر موقف حصل لك غريب بسبب شهرة والدك؟ كنا في الجونه، كان معانا حسن رداد وكانوا واقفين وكده وبيتصوروا هم، لقيت واحده جايه لي بتقول لي انتوا هتعملوا ايه بقى بعد كده. كان اغرب موقف حصل لي كابن ماجد المصري يعني. عقل واحد واللي بيفض كل المشاكل. هو عاقل جدا في الحاجات دي، بالعكس يعني لو حصل مشكله، لو هو عامل مشكله مثلا هو برضو اللي بيحلها. اكتر حد اكله حلو؟ مامتي. اخف دم؟ كبير دمه يعني شربات، واختي الكبيره، هما الاثنين عسل. اكتر حد بيهتم بشكله وبيخاف على لبسه؟ انا بخاف جدا على لبسي. الابن الهادي والجود بوي اللي بيسمع الكلام؟ ما عندناش جود بوي، احنا كلنا وحوش بريه. طب قولي بقى ايه اللي جه في دماغك فكره الاغاني؟ جت صدفه معاك ولا الحوار جه ازاي اصلا؟ انا من وانا صغير بابايا بيسمعني دايما اولديز، فرانك سيناترا بقى، مايكل بوبلي، كل يعني ناس كتير، لوي ارمسترونج، كل الناس دي. وبدات اروح حفلات وانا صغير، رحت حفله لتامر حسني وانا صغير قوي، فلقيت ناس بتغني كلامه ولقيت الناس بتهتف باسمه، فقلت انا عايز ابقى كده في يوم من الايام. يعني لو انا ممثل اقدر اوصل لده، بس الغنى يوصلني لده بطريقه اسرع، بقدم فن لائق بس. فمن ساعتها بدا الحلم، فقلت لابويا انا عايز ابدا اغني. فبدات اعمل ايه، بدات اكتب واجيب بيتس من على اليوتيوب وابدا اسجل عليه. كنت عامل اغنيه رحنا كلنا كنتاكي وبعدها زبادي ما تلاقيش بيبي انا دادي، قعدت اقول حاجات هبله كده. كنت ساعتها 13 سنه يعني، كنت ساعتها بسنن، كنت بحاول لحد ما تطورت واحده واحده ودلوقتي حسيت انا جاهز ان انا ابدا، وجاهز ان انا اظهر، وجاهز ان انا اعرف نفسي للجمهور كادم المصري، مش كادم ابن الفنان ماجد المصري. طب مين بقى كان الايدولز بتوعك بقى وانت صغير غير تامر حسني؟ تامر حسني هو اول الايدلز، ناس تانية ممكن محمد رمضان مثلا. انا كنت موهوس بحاجه اسمها محمد رمضان، كنت بعمل مزيكا شبهه، فمحمد رمضان يمكن هو وتامر حسني هما الاثنين بالنسبه لي ايدلز.